مساء الفل عليكم. النهارده رابع حلقة من The Human Side of Successful Moms. والنهارده حلقة مختلفة شوية، يمكن دي أول حلقة ريكوردد نكون بنعملها. المرة دي احنا مش طالعين لايف، احنا مسجلين الحلقة. ونتمنى يعني إن شاء الله إن تلاقوا في الحلقة النهارده زي كل مرة الحاجة اللي بتلمس تجربتكم. The Human Side of Successful Moms هو برنامج بيتكلم عن النص التاني من حياة كل أم ناجحة. دايما بنشوف ناس عندها achievements وحاجات منورة قوي، وبنبقى بنسأل هي الناس بتعمل ده ازاي وهم أمهات. هل الناس دي خارقة وجايين من كوكب تاني، ولا الناس دي ايه حكايتها؟ فاحنا هنا بقى بنتكلم عن حكاياتهم، بنتكلم عن ما وراء الاتشيفمنتس. ومعايا ضيفة مميزة خالص النهاردة، عشان كنت متابعة رحلتها من قبل الولادة. بحب قوي الناس اللي كانت ماشية معانا الجيرني من وهم حوامل وبعدين ولدوا، وبعدين احنا بنشوف البروجرس بتاعهم حبة حبة كده على جروب بتاع مصر. فنورهان من الناس اللي كانت بادئة رحلتها معانا من وهي يعني pregnant، ومرت بحاجات كتير هنعرفها ان شاء الله في الحلقة النهاردة. مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، خلينا نرحب بنورهان. ازيك؟ هلو عاملة هلو. ايه؟ الحمد لله تمام، كله حلو الحمد لله. الحمد لازم لله. كلكم تسمعوا حكايتي. كان لسه احنا عارفين ان النهارده كان في اكشن كتير، اوه. فنتمنى نتمنى الحلقة كده تكون خفيفة لطيفة على قلبك وعلى الناس كمان. يا رب ان خليني شاء الله. خليني أبدأ أول سؤال معاكي وأسألك عن إيه بقى حكاية إن أنا كنت عايزة أجل الخلفة أصلا، وأنا ما كنتش مرتاحة للفكرة وحاسة إنها هتأيدني. احكي لي بقى الموضوع ده إيه؟ انا كان عندي دايما ايشو، يعني انا كنت عامله حسابي ان انا كده 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 من متفقه من قبل الجواز مع جوزي ان انا هاجل الخلفه شويه. ليه؟ علشان فتره الخطوبه كانت فتره برضو ما كانتش الطف حاجه معانا، وظروفنا ما كانتش متظبطه، فاحنا كنا محتاجين كده. وبعدين انا اللي كان دايما جوه دماغي ان انا I'm building my business. انا عايزه ابني البيزنس بتاعي، وفي نفس الوقت انا متجوزه جديد، فانا عايزه اتعرف على الحياه الجديده قبل ما افكر ان انا ابقى ام. اشوف انا وجوزي ايه دنيتنا اصلا مع بعض، متفقين بنسبه قد ايه، في حاجات فينا احنا الاتنين محتاجين نصلحها نشتغل عليها، الكلام ده كله. جه بعد الجواز تقريبا بشهرين حصل ان كانت البيريد اتأخرت مرة. فانا اللي هو كنت اللي هو كده، اللي هو لا، اللي هو لا، لا، ما يتعملش فيا كده. يعني ده لا، اللي هو I'm not ready. I'm not ready لفكرة ان انا ابقى ام. مش حابة ده دلوقتي. يعني أنا كنت دايما عندي تخوفات من الناس اللي حواليا، إن طبعا لما هتبقي أم حياتك هتنتهي، مش هتعملي، مش هتسوي، مش عارفة مش هتعملي إيه الكلام ده كله. فكل الكلام ده كان دايما بيجيب لي حالة بانيك. وأنا كنت من أنواع الأشخاص اللي دايما بيخاف من اي حاجه مجهوله. اي حاجه مجهوله بتوترني عموما، في العموم. في اي حاجه كنت متوتره من قبل الجواز، كنت متوتره من فتره الخطوبه. يعني دايما اول طلعه عندي بيبقى فيها توتر عالي من حته ان انا مش عارفه انا رايحه فين. ف فحته ان فوقتها حتى ان انا كنت اللي هو شاكه في نفسي، طب انا يا ترى هبقى ام كويسه؟ فالفكرة كان ان وقتها انا يعني ايه، كنت دايما متوترة من فكرة ان انا مش هبقى ام كويسة. وانا في الطبيعي بتاعي ان انا بحب ان كل مرحلة انا داخلة عليها ابقى قاري عنها كويس، ابقى عارفاها، ابقى يعني ايه، عارفه حتى اللي هو what to expect. فلما الدنيا تضلم ابقى عارفه انها هتضلم في وقت من الاوقات، فابقى ايه، فما بحسش ان انا اتخضيت قوي يعني. فحته ان انا كان وقتها لا، انا مش ريدي للفكره اصلا. اشتغلت بصراحة مع الثيرابيست بتاعتي على الحتة دي كتير، ان انا ابقى ريدي اصلا لفكرة الأمومة نفسها، لفكرة ان انا يعني كان عندي مشكلة
دايما ان انا دايما بتوقع الأسوأ. فاللي هو وات اف حملت وحصل حاجة في الحمل بتاعي، وات اف حملت واضطريت ان انا اقعد ما اتحركش او ابطل رياضة، وات اف ان انا حملت وما ما قدرتش ان انا اكمل الشغل بتاعي، او ان الشغل بتاعي اتأثر بأي شكل من الاشكال. فكان دي من البوينتس اللي انا وقتها اشتغلت عليها، حتة ان انا على طول بتوقع الأسوأ. اللي هو انا ايه الدليل اللي عندي اللي يخليني ان انا ليه بتوقع الأسوأ؟ ما هي يعني ما في امهات كتير بتولد وبتحمل والدنيا معاهم فله كويسه مفيش حاجه. فمن هنا قعدت حبه حلوين، اجلت حوالي تقريبا 6 شهور او 7 شهور، وحملت في الثامن شهر جواز. وبس يعني ومن هنا بدأت الرحلة الأمومة. يمكن انت قلتي نقطة مهمة قوي في حتة اصلا في التشينج مانجمنت في حاجة اسمها تشينج كيرف او منحنى التغيير. بيبتدي اصلا بفكرة ان انت ازاي تتعامل مع التغيير. بيبقى في الاول مرحلة ايه دينايل، وانا مش عايزة اصدق اصلا ان انا عايزة اخش المرحلة دي، وبتنتهي بالاكنولجمنت اللي من اساسياتها الفكرة اللي انت كنت بتتكلمي عليها، اللي هي ان انا محتاجة اعرف وات تو اكسبكت عشان لما يحصل يكون عندي باك جراوند كده، اكون فاهمة ايه اللي بيحصل ما اتخضش منه. ايه اللي خلاكي عند تامن شهر تقولي في اللحظة دي I'm ready؟ ايه التيرنينج بوينت؟ ما فيش حاجة معينة وقتها، يعني اتفقت، يعني كان يعني ايه اللي هو ايه. آه كان طبعا في زن كتير في العيلة كلها، يلا بقى كفاية مش عارفة ايه الكلام ده كله. وانا طبعا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل دعواتكم يا جماعه كده بتاع. بس ما اعرفش اللي هو سبت الموضوع كده وقلت لا، يعني اللي هو ايه، خلاص يعني ما فيش حاجة معينة حصلت، ولكن قلت ان انا طمنت ان علاقتي انا وجوزي آه كويسة، فيها تفاهم كويس، لان دي برضو كانت من الحاجات اللي قلقاني، لان انا وهو كان بينا دايما مشاكل كتير قوي وقت الخطوبة، فاللي هو ده كان موترني شوية. فكان بالنسبة لي ان انا ناخد وقت كده احنا الاول نتفاهم فيه في البيت، نبقى براحتنا احنا الاتنين في البيت، نتخانق بقى مع بعض، نشوف هنتخانق ازاي واحنا مع بعض في البيت، الكلام ده كله علشان اقول ان انا ريدي للخطوة دي، اللي هو احنا الاتنين حتى نوضب نفسنا ان احنا نبقى آه، اب وام كويسين. هنقدر نعمل ده مش هنقدر نعمل ده. لما حسينا ان احنا الاتنين جاهزين للفكرة، قلنا let's go بقى. اوكي، ورحنا ورحنا احنا ما وحملنا. رجعناش بقى. والندهة ندهتنا بقى خلاص. هي الفكرة ان المرحلة دي ما فيهاش ذا بوينت اوف نو ريتيرن، احنا بنروح وما بنرجعش خلاص، كلنا. خلاص، حرقت المراكب زي ما بيقولوا. صحيح. طيب، حملتي، وزي اي ست في الدنيا بتحمل بنبتدي نبقلص ونتخن وجسمنا شكله يتغير تماما. وانا فاكره ان انتي من الناس اللي كانت بتتكلم في نقطه، يعني انا فاكره بوست ليكي كويس قوي على على مجتمع مسك، لما كنتي بتقولي ان انا مش مبسوطه في فكره الرضاعه، وان انا محتاجه ارضع 24/7، وان انا شكل جسمي بالبرا الجديده مش عاجبني، مش مرتاحه فيه. فاحكي لي بقى اكتر عن المرحله دي، وقولي لي اللي حصل فيها. انا المرحله دي كانت بالنسبه لي مرحله، اول فتره دي وخصوصا برار الرضاعه انا كنت كارهاها وشويه وسبتها، ما كملتش بيها، ما قدرتش اعيش حياتي الصراحه. يعني لا، يعني انا ماشيه انا مش مرتاحه، شكلي مش مريحني. احساس ان انا، يعني انا كان دايما عندي ايشو مع صدري، ان انا صدري حجمه في الطبيعي اكبر من يعني، او انا كنت ببقى شايفاه ان هو اكبر، او طري ولوز قوي. فان انا امشي ببرا لوز في نفسها كده، ده كان مضايقني جدا. قعدت بقى وقتها الاول اشوف طب هلبس برا رضاعة، لا ما نفعتنيش. اخر ما توصلت له ان انا كنت يعني ولدت على بدايات الصيف. ف... فاللي هو انا اللبس اغلبه كان قمصان،
البس البرات الطبيعيه بتاعتي العاديه جدا، والبس توصلت في الاخر ان انا هلبس البادي حمالات عادي جدا خالص تحت وايه، واللي هي الرقبه الاكستنشن الرقبه ده، فنشيل كده وخلاص، وزي الفل، وتحت الستر والدنيا تمام. اول فتره لا، كان الموضوع بالنسبه لي بيأزمني جدا، وخصوصا ان في الاول بترضع كتير، عايزه رضاعه كتير. لا هنقف علشان نرضع مش عارفه فين. طبعا في البدايه كانت الناس تقولي ايه ده انت ترضعي في الشارع، ايه ده انت مش عارفه ايه الكلام ده كله، اللي هو يعني اعمل ايه يعني، هنسيبها جعانه ولا هفضل محبوسه في البيت يعني ما... لان انا كانت عندي مشكله في البدايه ان انا مش هفضل محبوسه في البيت. يعني انا اول فتره في الولاده دي اللي هو لا، انا عايزه اخرج، خرجوني من هنا كده، اللي هو لا انا يعني فكانت فتره من الفترات اللي انا قعدت شويه حلوين بتشالنج حته ال... الرضاعه دي فتره يعني اول شهر تقريبا. مع طبعا طفرات النمو اللطيفة الظريفة مش خفيفة بس خالص، مش خفيفة، خفيفة. لا. مش خفيفة لا. ده مش خفيف. ف... فكانت دي فترة من الفترات اللي كانت بتبقى تقيلة عليا شوية. يعني كنت ببقى فعلا حاسة فيها بخنقة، حاسة فيها مش عارف ايه. وبعدين احاول ان انا ايه استجمع كده، اللي هو ايه، يا رب يعني ايه، هتعدي. كنت اشوف ناس تتكلم هتعدي ان شاء الله يعني، فاللي هو ايه كنت خلاص يعني كده بس. الرضاعة يعني لما بدأت الموضوع ابتدى يبقى سهل معايا، لما بدأت أشوف أنا لنفسي إيه الحلول اللي أنا أقدر أساعد نفسي بيها. يعني وقتها أنا فاكرة البوست ده، الكومنتس اللي عليه طبعا ساتر الرضاعة ده كان أساسي، وده صديق الصدوق في أي حتة وفي أي وقت وفي أي مكان. يعني أهم من شنطتي يعني أهم من أي حاجة، ده لازم أنزل بيه. طبعا لما ظبطت بقى حتة اللبس دي، لان انا الاول كنت جايبه اللي هي الباديات اللي هي بتبقى التوبس اللي بتتجاب اللي هي بتبقى بتتفتح دي، بس ما كانتش عمليه معايا. اه يعني لان انا بقى رقبتي برضو بتبان من قدام ومش عارفه ايه، وانا عايزه حاجه برضو تداري الرقبه يعني فما كانتش مريحه بالنسبه لي. طنشتها في الاخر، توصلت للاختراع ده وقلت خلاص هو ده بقى اللي هنكمل بيه الصيف. وجه الشتاء ويعني والحمد لله دخلنا الاكل، فانا مبسوطه ان احنا دخلنا الاكل فما بنرضعش في الشارع الحمد لله، ربنا بيسترها معانا اغلب الوقت، بس عشان الدنيا ساقعه قوي على الرضاعه اصلا من بابها بقى. انتي برافو عليكي، فكرة اللي هو انا لقيت الحلول اللي تناسبني. يعني انا جربت الحاجات كلها اللي بسويها واخترت منها حاجة اللي تناسبني انا، وبحس ان ده يعني عامل نجاح اي ام، اللي هو هتسمعي كتير واسمعي كتير، بس في الاخر اختاري الحاجة اللي تناسبك انتي. طيب ده ما يخص الرضاعة، ما يخص بقى شكل الجسم بقى يعني والبقلظة بقى. يعني مم. حد اوريدي مبسوط بجسمه وشغله اصلا ان هو بيساعد الستات تحب جسمها. اتعاملتي انت بالظبط. مع نفسك الاول ازاي عشان تقدري تنقلي ده بعد كده كتجربة للستات؟ انا في الحمل بتاعي انا كنت مركزه قوي في طول وقت الحمل ان انا بتمرن. يعني الحمد لله كنت بتمرن من قبلها، يعني كنت مستمرة، كنت بتابع اصلا التمرين وكنت بتمرن من قبل الحمل. فده ساعدني ان انا حتى الترينر اللي انا كنت بتمرن معاها هي كانت فاهمة فكرة انها ازاي تمرن واحدة حامل. فكنت بتمرن عادي جدا 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 طول فترة الحمل. يعني انا اخر تمرينة كانت قبل الولادة بكام يوم، اللي هو انا جيت لها بقى في الاخر لا بصي شوفي لك حل، دي لازم تنزل، انا لازم اولد خلاص انا اتخنقت. ف ولكن طبيعي، ايه. ولكن طبيعي. الحمد لله الحمد لله بعد ربنا عناء يكمل لنا ولكن كله، الحمد لله. اه بس يعني طول فترة الحمل كنت بتمرن، فده كان مساعدني شوية. ان انا احس ان البادي ايمج بتاعتي مش متضررة قوي. يعني طبعا كان كل شوية التغييرات اللي بتحصل هي سريعة قوي لدرجة ان انا مش قادرة استوعبها، اللي هو يعني ايه، اللي هو مرة واحدة الجنس ما بقاش يقفل. وف... اه مش عايز يقفل، مضايقني. هي الفكرة ان انا اللي هو ما دقش، بس هو مضايقني من عند بطني. فهنجيب بنطلون الحمل، وبنطلون الحمل ده شيء بشع بجد. يعني اللي هو محتاجين يا جماعة يشوفوا يعملوا فيه حاجة ادجستبل، ان في البداية ما بيبقاش الكرش بتاع الولادة طلع يشيل، وفي نفس الوقت البنطلون بيقع ومفيش حزام، فاللي هو
دي كانت حاجة كانت في الأول بائسة قوي اللي هو بجد بائسة قوي، ولكن دي كانت من الحاجات اللي كانت عندي فيها في الأول مشكلة. طبعا شكل صدري اللي لما اتغير في البداية ده كان مضايقني قوي. من الحاجات اللي برضو كانت مضايقاني طبعا بداية ظهور الستريتش ماركس. انا في الاول قلت ايه، الستريتش مارك مش هتظهر لحد السابع او لحد الثامن، الستريتش ماركس مفيش خط. قلت انا تمام، انا عديت ده انا عديت. جيت على نص الثامن، لا ما عديتش ولا حاجة انا لبست. المهم لقيت بعد كده الوقت ده لا ده لقيت الستريتش ماركس. الاول جبت الكريمات وجبت المش عارف ايه والكلام ده كله، وبصراحة الكريمات عملت لي حساسية فبطلت استخدمها، وقلت خلاص هي جزء زي باقي اجزاء كتير، انا عندي ستريتش ماركس في جسمي كتير اصلا، فقلت خلاص ما هي زيها زيهم يعني، ما جاتش عليهم فيلا مرة تعالي جنب اخواتك. ما حسيتش في الحتة دي مشكلة. انا اكتر حاجة كانت مضايقاني كانت اخر فترة في الحمل، اللي هي الفترة اللي انا بقى مش عارفة اتحرك براحتي. دي كانت اكتر حاجة خانقاني يعني. شكل الجسم بالنسبة لي كان هو بيتغير عادي وكنت متقبلاه، ان هو بيتغير، ولكن كانت المشكلة عندي في صعوبة الحركة، ان انا مش عارفة اتحرك براحتي، مش عارفة اوطي براحتي، مش عشان اجيب حاجة مثلا من اي مكان اوطي مثلا او حاجة، لا مجهود كبير. مش عارفة عشان اعمل حاجة، لان كانت جت عليا فترة، اخر فتره في الحمل الثامن والتاسع ما كانش معايا حد بيساعدني في البيت، ما كانش حد بيساعدني في تنظيف البيت وكده، فانا مضطره ان انا اعمل الحاجات دي. فطبعا بتعب بسرعه، ده كان خانقني. هي الخنقه كانت بالنسبه لي في صعوبه الحركه، ان انا التخن كان الى حد ما متسيطر عليه، وكنت بقعد اقول لنفسي ايه اللي هو يعني اتس اوكي، يعني ربنا يسهل ان شاء الله بعد الولاده ربنا يسهل يعني كده اللي هو ايه. حاجه كان حتى لما الدكتور كان بيوزني كل مره، الوزن كان الحمد لله بيبقى within range، ولكن ويقول لي بقى ان شاء الله ربنا يسهل وتعرفي تنزليهم وبتاع. قلت له والله مش فارق يعني، انا ايه، نطلع ونخلص من الليله اللي احنا فيها دي وربنا هيسهل يعني. فكان وقتها الاساس عندي ان انا مشكلتي الاساسيه كانت في الحركه، ان انا عايزه ارجع اتحرك براحتي تاني. يعني انا فاكره كويس قوي طبعا في اخر فتره الكلام اللطيف الظريف بتاع ايه، خليها جوه احسن، انت كده مرتاحه، انت كده مش عارفه ايه الكلام الظريف اللطيف ده. لا يا جماعه انا مش مرتاحه، انا عايزه أنا لا انا مش مرتاحه. ماشي مش بنام دلوقتي، اي نعم مش عارف ايه بتاع، بس انا مش مرتاحه، انا عايزه اتحرك براحتي، انا عايزه اعرف اتقلب على السرير براحتي دي ابسط الحاجات اللي هو يعني. فوقتها كانت دايما بيبقى عندي ده اللي كانت تشالنج عندي. من الحاجات اللي ما كنتش متقبلاها في نفسي وقت الحمل، ان انا كان بيطلع شعر في جسمي بسرعه قوي، مم. يعني اللي هو بسرعة قوي قوي، اللي هو يعني مش كده يعني، مش كل شوية. كان ده كان من الحاجات الرزل قوي. طبعا حجم صدري اللي بيتضاعف يتضاعف يتضاعف، وانا مش عارفة هنوصل لحد فين. لان انا كان دايما عندي ايشو مع صدري اصلا من قبل الولادة، من وانا طفلة كان عندي دايما مشكلة معاه. فاللي هو لا لازم نداري، لازم مش عارفه ايه، لدرجه ان انا فاكره ان كان في دايما خناقات مع جوزي على الحته دي. لا البسي مش عارفه ايه واسع، لا قلت له بص بقول لك ايه، ما تحسسنيش ان انا فيها مشكله يعني ما تحسسنيش ان انا عندي ايشو، انا ما انا ما فيهاش حاجه. عادي ايه، اول مره تشوف واحده حامل، اول مره مش عارفه ايه، ما عادي. ما ابتدأت اللي هو انا كده كده بلبس الطرحه بنفس الطريقه، فخلاص طرحه مداريه الدنيا وخلاص، فما تحسسنيش ان انا عندي ايش، اللي هو انا هعرف اتعامل يا جماعه وسيبوني في حالي بس كده. كانت دي من الحاجات اللي بتعصبني وقتها. آه يعني قلتي حاجات كتير الحقيقة، أولهم بس إن أنا عايزة أعمل ديسكليمر، لأن أنت بتكسري تابو كبير بفكرة إيه ده، هو الناس هي الستات بتتمرن وهي حامل؟ هي الستات بتتمرن وهي حامل عادي لغاية قبل الولادة، بس هي كل الفكرة إن أنت تبقي متابعة مع دكتور ويعني مديلك البرميشن إن أنت تعملي اه تمارين معينة. فدي بالظبط. نقطة مهمة لأي حد بيسمع، إن
التمارين حاجه حلوه وهتفيد في الولاده الطبيعيه كمان، بس اهم حاجه ان انت تبقي متابعه الدكتور بتاعك يبقى سامح لك، لان في ناس تانية يبقى عندها مشاكل صحيه اصلا تمنع ده او تؤثر اصلا على بالظبط. الولاده. ف... فدي نقطه مهمه. والنقطه التانية حته بقى اللي انا عايزه ارجع لها الحقيقه، فكره انا اكتر حاجه كانت خانقاني ان انا عايزه اتحرك براحتي. وده يجيبنا لفكره الحريه اللي انت كنتي بتحكي لنا عنها يمكن قبل اه. احكي لنا بقى ايه موضوع الحريه ده، وتعاملتي مع ده ازاي اصلا؟ يعني عاده اول مرحله في الولاده دي اللي هي خلينا نقول اول 3 شهور، هو البيبي لازق فيكي يعني 24/7، هو البيبي لازق فيكي لحد بعيط. بقى الفريدم. الفريدم حاجه كبيره. اتعاملتي مع ده امم. ازاي؟ اول فتره انا فاكره كويس قوي ان يعني دي كانت من الفترات اللي انا كان فعلا بيبقى أسوأ حاجة من الموضوع، غير حتة الحرية وإن أنا مش لاقية يعني اللي هو مش عارفة أسيبها. لو هسيبها كان أبسط الحاجات إن أنا هسيبها، هنزل أشتري كوباية قهوة من جنب البيت، لأن أنا أول شهر قضيته عند ماما. فكان اللي هو هنزل أشتري كوباية قهوة من جنب البيت وأرجع في اللي هو نص ساعة بس، وان شاء الله هيهندلوها. وطول ما انا قاعده اصلا اللي هي النص ساعه اللي انا هربانه فيها، هي نايمه، هي كويسه، طب هي فيها مش عارفه ايه، طب هي ايه كده وخلاص. قعدت بالطريقه دي شويه. بعدين لما رجعت بيتي بقى، كانت دايما عندي برضو ستيل مشكله في حته ان انا ما كان الاول الاسترولر اللي كانت عندي كنت جايباها، ما كانتش عندي الاسترولر سهله تساعدني. فجبت بيبي راب علشان اعرف انزل بيها لوحدي. جبت تسلحت بأسلحة كتير يعني بيبي راب، وبعدين جبت سترولر تبقى مريحة، تبقى سهلة في النزول والطلوع، ان انا ما بقاش مستنية حد يبقى معايا علشان ينزلني وياخدني ويجيبني ويوديني والكلام ده. فدي من الحاجات اللي انا جبتها. في اول فتره بصراحه كان ساعات مثلا ممكن اسيبها لباباها شويه، ولكن برضو كان دايما بيبقى عندي مشكله ان انا احساس ان انا انها فعلا اللي هو احساس خانقه، اللي هو انا اللي هو جو احبك اكرهك كده، اللي هو ابتدت ايه في اللي هو احنا لازقين في بعض، اللي هو محتاجين مساحة. يعني مساحة انت توحشيني وانا اوحشك والكلام ده، ونبقى لطاف مع بعض. بس الفترة دي كانوا اوقات كتير قوي باجي لماما مخصوص عشان اسيبها معاهم واخلع كده، اللي هو اعمل اي حاجة، اللي هو يعني فعلا اعمل اي حاجة. اوقات كتير بصراحة كنت بنهار واعيط وبتاع والجنان يطلع بقى على اللي موجودين في البيت كلهم، ابقى مجنونة دلوقتي اللي هو كده. فضلت كده شوية في الحتة دي. طبعا في الشغل كان برضو الأول إن أنا عشان أعمل مثلا شغلي أو أعمل سيشن أو أدي سيشن لازم أبقى سايباها مع ماما أو مع جوزي أو الكلام ده. بعد كده ابتديت إن أنا كان دي من الحاجات اللي كانت البيزنس كوتش بتاعتي ساعدتني فيها قوي الصراحة. قالت لي هي فين المشكلة لما تطلع معاكي في سيشن، فين المشكلة لما تطلع معاكي في لايف على فيسبوك، فين المشكله؟ قلت لها هو تصدقي ما فيش مشكله فعلا، يعني اللي هو اتس اوكي. يعني الاول انا كان دايما بيبقى عندي ايشو، وكانت اكتر حاجه خانقاني حته ان انا لازم مش عارفه اعمل ايه الاول علشان لازم انيمها. وكانت طبعا ده كان عندي مشكله فيه، لان هي نومها ما اتظبطش ولحد دلوقتي احنا داخلين على 10 شهور وما اتظبطش. مش بتنام ماشي الحمد لله بالليل، بس النفس بتاعتها ما فيش نفس. فاحنا عايشين وطويط طول النهار. ف فما فيش فاضطريت ان انا بتعامل بيها، اللي هو هي بارت من الحياة بتاعتي، فهخفف من أحمال حاجات تانية علشانها. أخفف مثلا شغل شوية، إن مش لازم. بقيت أحاول أبقى أكسبت فكرة إن أنا إن نورهان قبل الولادة مش نورهان دلوقتي. نورهان الأم عندها ديوتيز كتير 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 تانية، فمحتاجة إن أنا أقلص الوقت مثلا بتاع الشغل بتاعي، أقلص إن أنا أوزعه. يعني بدل ما مثلا بعمل كذا حاجة في نفس اليوم، لا أنا هوزع على مدار الأيام. يعني اللي ساعدني بصراحة في الحتة دي جدا كانت فعلا البيزنس كوتش بتاعتي، يعني لأن هي أكتر حد
حسسني ان الدنيا، لا هو احنا مش لازم نعمل الحاجة اللي المفروض كل الناس بتعملها، احنا نقدر ان احنا نعمل الحاجة بالاسلوب اللي يريحنا احنا. فلما ابتديت اخد الفكرة دي، ابتدى الموضوع يختلف، ان انا ابتديت فعلا احس بشوية حرية. طبعا لسه ممكن يبقى في احيانا ايشوز في مذاكرة، في تقضية وقت لوحدي، مي تايم، مش عارفة ايه. بس ابتديت اشوف له حلول، ان انا مثلا هصحى بدري عنها شوية. لو ما صحيتش بدري عنها شوية وعرفت ان انا ما هنستخبى في الحمام بقى، نسكرول واحنا في الحمام، أي حاجة، ولكن عشان بس اسيبها مثلا لباباها شوية، واتحجج ان انا هنزل اجيب اي حاجة من السوبر ماركت وانزل وخلاص كده، اللي هو ساعة بقى، ايه. معانا ساعة في السوبر ماركت. معانا ساعة بقى في السوبر ماركت، بتجيبي ايه؟ بتجيبي عصير يعني كده. ابتديت ان انا لا، وابتديت ان انا الاول كنت بتكسف اطلب، مم. بتكسف اطلب ان انا عايزه وقت لوحدي. وطبعا ده بيجي في الاخر ان هو بيطلع في بيرن اوت وخناقه. مم. لازم اللي هو ما ايه، الجنونه هتطلع وخلاص. انا اللي هو انا حاسه ان انا مخنوقه زياده عن اللزوم و... وزهقت. فلا انا لازم لازم هيطلع في وش حد، فهيطلع في وشها يا في وش الراجل الغلبان، فغالبا بيطلع في وشه. فايه ف... ف يعني واوقات كتير لما بلاقي نفسي ان انا اتعصبت قوي كده، او ان انا احساس الخنقه زاد قوي قوي قوي. برجع افكر نفسي دايما بحته ان طب هو كان اللي هي الحاجه اللي انا كنت كتير بعملها مع الكلاينتس بتوعي وبنسى اعملها مع نفسي، اللي هي الاتشيفمنت ليست، اللي هي مم. انا ما عملت بقى ايه خلال اليوم. لان انا ساعات كتير بقى يعني يوم زي النهارده مثلا، انا كنت محضره له تحضيرات تانية خالص، كلها ما حصل كلها ما حصلتش. ف... فاللي هو انا عملت ايه خلال اليوم. لا انا سيطرت على اعصابي ان انا ايه، ان انا ما اتعصبتش عليها وانا قايمه من النوم مفزوعه، وانا قله نوم، وهي طبعا نومها كان باظ النهارده، وهي مزرجنه وكرانكي جدا وعصبيه جدا وبتزن كتير، وسامعاها جوه وهي بتزن، بس هم هيعرفوا يسيطروا عليها. ف... فاللي هي كل ده خليني افكر ان لا انا عملت حاجات في اليوم ما ضربش، او حتى لو اليوم ضرب يعني هي مش نهاية الدنيا، مش يعني لو تمرينة راحت، هي بتروح كتير اي نعم، بس بتروح بس ايه، هتتعوض، مش حاجة. فلما ابتديت افكر نفسي بالحاجات دي، احساس الخنقة هدي شوية يعني، هدي كتير عن الأول. أول 3 شهور لا كانوا صعبين، كانوا الحقيقة كانوا من الشهور اللي كانت تقيلة قوي. يعني كان في فقرات دراما كتير قوي في الفترة دي، اللي هي عياط كتير 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 كتير. وخصوصا مع طفرات النمو عياط كتير قوي. ولكن بعد كده اللي هو احنا زي الفل، انا جميلة جدا، مفيش اي حاجة حصلت، انا تمام، يلا نكمل كده عادي. صح، مم، عندك حق. وعندك حق في حتة ان انا عملت ايه النهاردة. انا فعلا سيطرت على اعصابي which is حاجة كبيرة. لان بالظبط احيانا الناس بت underestimate او بتقلل من فكرة اللي هو ان انا اصلا تملكت قوايا في وقت انا فيه مش كويسة. لا، ده مش انجاز، ده مش حاجة مهمة. انا عايزة امسك انجاز ملموس. تاسك بقى بالظبط خلصت، حاجة في البيت نظفتها، مش عارفة، غسيل غسلته، وات ايفر. يعني الحاجة اللي بتعمليها بتبقي بتدوري فعلا على حاجة ملموسة. ف... فدي لا، نقطة فارقة ونقطة كبيرة صراحة. وعايزة أقول بس إن البيرن أوت هو احتراق ناتج عن الشغل. لو أنت تقعدي تشتغلي لدرجة ما تنفجري. عشان برضو لو حد مش فاميليار قوي بالمصطلح دوت. وده ياخدنا لفكرة إن فعلا إحنا أيامنا مش كلها زي بعضها. في يوم هيبقى very achievers وبنعمل حاجات كتير، وفي أيام تانية أنا كنت إنسان النهاردة وده كفاية. بالظبط بالظبط، كفايه عليا قوي النهارده، انا خلصت اليوم عايشه يا جماعه الحمد لله. طيب، دلوقتي بعد 9 شهور ومعاكي غالية و... و... وسبتي شغلك. ودي يمكن نقطة احنا كمان عايزين نتكلم عنها، موضوع الشغل الثابت في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. محدش اه عاقل بيسيب شغل بمرتب ثابت، أو بيسيب حاجة مضمونة.
مم. فانتي ازاي قدرتي تاخدي القرار ده حتى لو لوهلة؟ انا عارفة انها اجازة مش استقالة يعني، ولكن اخدتي القرار ده ازاي؟ كنتي بتفكري في ايه؟ انا كده كده كنت بفكر الاول في الموضوع من حته باب الاجازه نفسها. ان انا كده كده كنت عامله حسابي من وقت الحمل، ان انا كنت اللي هو عامله حسابي ان انا هبقى عاينه مبلغ على جنب يسند معايا فتره الاجازه. وكنت مقرره كده كده ان انا هاخد اجازه، ان انا مش هقدر انزلها. كان صعب عليا ان انا اقدر انزلها حضانه بعد 3 شهور، اللي هو واحنا كنا وانا عارفه ان احنا الفتره اللي في النص دي احنا هنبقى داخلين في شتاء. فشتاء يعني تعب وعيا ومش عارفه ايه وبتاع، وفي الاخر الاقي نفسي ان انا نزلت الحضانه ودفعت فلوس في حضانه، وفي الاخر انا باخد اجازه علشان اقعد بيها عشان عيانه. فلقيت ان ده ما كانش بالنسبه لي، ما كانش اسلم حل. بلس ان انا كنت مهم قوي بالنسبه لي ان الفتره الاولى دي لا هي تبقى قدام عيني. يعني كان بالنسبه لي مهم قوي 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 انها تبقى المايلستونز بتاعتها انا ابقى حضراها شايفاها، بعمل لها الحاجه بنفسي، الكلام ده كله. فده كان بالنسبه لي مهم. وفي نفس الوقت قلت طب ما هي دي فرصه ان انا اتست لو انا سبت الشغل ايه اللي هيجرى يعني. هقدر اكوب مع ده؟ لسه لحد دلوقتي الموضوع فيه خضم التجربة. يعني ايه اللي هو يعني اللي هو ما بين ان انا رجل بره ورجل جوه. طب عمالة اقول لنفسي طب خدي اجازة سنة كمان. وكده كده كده اجازتي لسه التانية هتخلص شهر 7. ولكن عمالة اقول لنفسي ايه، طب خدي اجازة سنة كمان نشوف هتوصلي لايه، هتعملي ايه. فوقتها فاقدر وقتها اخد قرار اذا كنت هسيب الشغل الثابت اللي بمرتب ثابت ولا لا. هي الفكره ان انا كمان نوع الشغل ده انا اصلا مش بحبه. فاللي هو انا مش بحبه ومش بحب الانفايرمنت بتاعته. فهو بالنسبه لي هو لود، او هو جاست ان هو مصدر مرتب ثابت اخر الشهر. بس هو مش مصدر اي حاجة تانية، هيبقى مصدر عطلة بالنسبة لي. هيبقى مصدر تعب، هيبقى مصدر فرهضة، وان مدير فوق دماغي وان مش عارفة ايه والكلام ده كله. واللي هو انا بدأت اللي هو ابني الروتين بتاعي بتاع الحياة الطبيعية، اللي هو الحياة اللي انا منظماها على حسب يومي، على حسب انا كويسة النهاردة فهشتغل شوية زيادة، مش كويسة فأنا هدي لنفسي أجازة مع نفسي. الكلام ده كله طبعا ده في الشغل الفول تايم اللي أنا ليا مدير فيه مش موجود. فلسه بتست الحتة دي. ولكن اللي كان بالنسبة لي مهم ان انا في الاساس انا كده كده كنت مقررة ان انا حتى ان انا هشتغل وكل حاجه. بس انا كده كده كنت مقرره ان انا هاخد اجازه، ان ما اوريدي فلوس الحضانات زادت قوي. فانا اللي هو اللي وفرناه صرفناه. يعني يعني جبنا من هنا وودينا الناحيه التانيه. وكانت هتبقى فرهضه كتيره قوي بالنسبه لي. اللي هو لا انا في الوقت ده اخترت ان انا صحتي، يعني صحتي النفسيه وصحتي الجسديه كانوا بالنسبه لي اللي هو لا انا عايزه ادي دول الاهميه شويه. مش عايزه احس ان بعد كذا سنه او كده ان انا ما حضرتش الاوقات دي معاها. وده مش يعني برضو لو حد بيسمعنا دي مش حاجه تقلل من اي حد بينزل حضانه. يعني هو كل واحد عنده ظروفه. ف ولكن انا كان وقتها قلت ان هي ده. وفي نفس الوقت برضو عشان يعني اللي بيسمعنا يبقى عارف انا ما كنتش هقدر اقعد من غير شغل. يعني في نفس الوقت انا ما كنتش هبقى قادرة ان انا اقعد الفترة دي كلها لو انا ما كانش عندي شغل تاني انا بعمله. لا كان صعب قوي ان انا اخد الوقت برضو ده. يعني كان هيبقى برضو صعب عليا ان انا اخد الوقت ده كله اجازة. لان انا اقعد كل الفترة دي من غير شغل كان هيبقى بالنسبة لي من باب حتة ان الشغل بيبقى بالنسبة لي نوع من انواع مش كشغل وايز على قد ما هو نوع من انواع الونس. بكلم ناس، بتعرف على ناس جديدة، بشوف ده الكلام ده كله. ده مش موجود لو انا قاعدة في البيت طول الوقت.
مش يعني بيبقى كان هيبقى بالنسبة لي صعب. فهنا وقتها أنا تقريبا اخترت طريقة الشغل دي تديني نوع من أنواع الونس، لأن أنا كانت جت عليا فترة برضو بعد الولادة اللي هو أنا حاسة بحالة وحدة رهيبة، اللي مم. هي ستيل بتظهر من وقت للتاني بالرغم من ان انا بشتغل اهو في البيت وكل حاجه. بس ستيل بتظهر ان انا في اوقات كتير طول النهار مثلا جوزي بره، اهلي مش معايا مثلا على طول الكلام ده كله. فبرضه بحس ان الوقت اللي انا مثلا عايزه اخرج فيه اللي حواليا مش خارجين فيه الكلام ده. فلقيت ان وقتها كان الموضوع كان مش هيبقى يعني ايه، كان هيبقى برضو صعب عليا. كنت ممكن وقتها ان انا اختار ان انا انزل الشغل كنوع ان انا اشوف بني ادمين ده اللي هو اتعامل مع ناس بس مش اكتر. مع اني شخصيه صح. انتروفيرت، بس الموضوع بيبقى صعب لما طول اليوم بيبقى ما فيش حد، بيبقى لا صعب تقيل شويتين ثلاثه يعني. صح. عارفة، أهم حاجة فعلا بشوفها بصراحة في مرحلة الأمومة إن أنت تبقي عارفة نفسك. يعني ما شاء الله عليكي، أنا عاجبني قوي قوي في كلامك وأنت بتتكلمي عن الشغل الحكومي. أنت كنت بتعرفي الحاجة هي هنا مصدر ضغط، مصدر فرهضة. بس شغلي ككوتش واللي أنا بعمله دلوقتي على السوشيال ميديا وإني بطلع أتكلم مع الناس، لا ده ونس. ففكرة إن في definitions، في معاني ورا كل حاجة بنعملها، وعارف الجود مينينج اند باد مينينج من الحاجه اللي بعملها. دي حته مهمه. لان انا شخصيا بشوف ستات آه، ممكن يكونوا مضغوطين ومش عارفين ان اساس الضغطه دي هو نوعيه الشغل اللي هم بيشتغلوها، ان هي مش مناسبه للمرحله ومش مناسبه احتياجاتهم هم. يعني ففكره ان انت اصلا تبقي اوير او انت عارفه انت ايه بالظبط. احتياجك وايه اللي ناقصك، وايه ايه الحاجه اللي هتحسسك ان انت مليانه وفولفيلد. دي حاجه يعني مهمه جدا جدا جدا. اتكلمتي عن شكل اليوم اللي هو اللي انا نفسي اكون شايفاه. وده ياخدنا لسؤال مهم. احنا اسم البرنامج بتاعنا The Human Side of Successful Moms. انتي كنورهان مم. بتشوفي success معناها ايه بالنسبة لك؟ success بالنسبة لي إني أبقى مرتاحة. يعني أجي بالليل ما أحسش إن أنا في دوشة كتير، أو إن أنا ما عملتش وما سويتش وما مش عارف إيه والكلام ده كله، which is بيحصل أحيانا كتير. ولكن بالنسبة لي إن أنا أبقى مرتاحة، إن أنا ما أحسش إن أنا علشان انجح مثلا على السوشيال ميديا او ان انا اعمل شغل كويس او الكلام ده، ان انا الاقي نفسي ان انا جيت على صحتي، جيت على بيتي زيادة عن اللزوم، جيت على نفسي حتى زيادة عن اللزوم. لان احيانا كتير اللي هو عايزة اصب في كل دول فانا اللي اضرب في النص كده. ولكن سكسس بالنسبة لي ان انا ابقى مرتاحة اعمل الحاجة اللي شبهي انا مش شبه الناس. ده اخد وقت يعني. انا قعدت حبة كتير يعني. انا على السوشيال ميديا تقريبا من 2020، انا فضلت حبة كتير قوي انا شبه الناس، انا شبه الكل يعني. بعمل الحاجة اللي بتنجح مع ده وبتنجح مع ده ومش عارفة ايه والكلام ده كله. قعدت كده كتير شوية لحد السنة يعني يعتبر النقلة دي حصلت مع بداية 2023، اللي هو أنا ابتديت أشوف حتت كده معينة في طريقة الشغل بتاعتي. بصراحة برضو الفضل في ده للبيزنس كوتش بتاعتي، ربنا يكرمها. ولكن دي كانت بالنسبة لي النقلة، حتة ان انا اشوف انا النجاح بالنسبة لنورهان شكله عامل ازاي. بالنسبة لي، بالنسبة لنورهان انا عايزة ابقى بربي بنت مبسوطة، وابقى انا مبسوطة بتربيتها. ما احسش ان الوقت اللي هي معايا فيه هو وقت ضغطة، وان لما تكبر هعمل مش عارفة كذا، لما مش عارفة تعدي المرحلة كذا هبقى بعمل كذا. لا. انا لقيت ان، وخصوصا ان الجملة دي كانت بتتقال لي من امهات كتير قوي ولادهم بيكبروا، اللي هو استمتعي بكل مرحلة في وقتها وخدي وقتها واستمتعي بيها. لما ركزت قوي قوي في الجملة دي، وانا كان دايما بيبقى بقدر قوي واللوف لانجوج بتاعتي هي الكواليتي تايم. فانا كان بالنسبه لي انا طول عمري بركز ان انا اقضي اوقات حلوه مع الناس اللي حواليا. ف... فاللي هو الوقت اللي انا عايزه اقضي مع بنتي وقت حلو.
وقت كويس ان انا اتبسط، نضحك سوا، نلعب سوا، تبقى هي جزء من اليوم بتاعي، جزء من كورساتي، جزء من شغلي، جزء من الكلام ده كله. فلما بدأت اركز على الحتة دي قلت طب واي نوت ان انا اعمل ده واشتغل في نفس الوقت. فلما بدأت افكر بالطريقة دي لقيت ان في تويكس ممكن تتعمل في الحياة. يعني هطلعها معايا في اوقات، بدل مثلا ما هصور فيديوز كتير هصور، هعمل بوستس عادية. فلقيت ان انا عايزة اعمل شغلي وانا بربي بنت مبسوطة، وابقى انا مبسوطة، ما تبقاش لان بنت مبسوطه ام مبسوطه. فلقيت نفسي ان انا لا، انا عايزه انا كمان ابقى انا مرتاحه، اللي هو ان انا اجي على اخر اليوم اشوف ان انا اديت نورهان حقها ولو بحاجه بسيطه. طبعا ده مش بيحصل كل يوم، ولكن اللي هو نورهان موجوده في اليوم بشكل ما. آه، ف... ففي حاجات قلت لا خلاص، دي مش الشيلة بتاعتي، دي مش بتاعتي او مش بتاعتي دلوقتي. آه، فبطلت اقارن نفسي بحد كتير. كان ده دايما كان بيعمل لي ايشو، يعني كان برضو من الحاجات الكبيرة قوي اللي كانت دايما بتعمل لي مشكلة. وخصوصا ان ده شغلنا السوشيال ميديا كله مقارنات في مقارنات، ودي عملت ودي سوت ودي نجحت ودي عملت مش عارفه قد ايه، ودي جالها الكلاينتس اللي مش عارفه كام. وطبعا الناس كلها بتبقى بتفتخر بالحاجات دي على السوشيال ميديا، انا عندي 900 الف كلاينت، انا عندي مش عارف ايه. بدات ان انا افكر نفسي دايما ان انا لا، هي ما دام الشخص ده بيعمل لي تريجر بشكل ما، فانا ممكن، ودي كانت حاجه اتعلمتها، ان انا ابص هو الشخص ده بيعمل لي تريجر ليه. يعني صح. هو ليه بيعمل لي التريجر؟ نجاحه بيعمل لي تريجر ليه؟ او شكوته بتعمل لي تريجر ليه؟ فلقيت مثلا ان في ناس نجاحها بيعمل لي تريجر عشان انا مش واصله للمرحله دي، او عشان انا بقارنهم بمرحله هم فيها. انا لسه، يعني انا لسه ورا قوي، يعني انا مش في المرحله دي خالص. لقيت نفسي ان انا بطلت اقارن يعني نفسي بناس بقالهم كتير مثلا في المجال او الكلام ده، وان انا لا، انا في المرحله بتاعتي بالمحطه بتاعتي بشكلها، فانا نجاحي مختلف عن نجاحهم. وستيل ان السوشيال ميديا مش بتبين الحته دي، هو بيبقى في حاجات في الباك جراوند تانية بتقع برضو في النص من الاشخاص دي، بس احنا ما فيش حد على السوشيال ميديا بيوري خيبته. فمن هنا ابتديت ان انا ابطل المقارنة دي واقول انا عايزة ابقى نورهان المبسوطة، اللي عارفة تدي امباكت بالشكل بتاعها هي، مش بتاع حد تاني. الامباكت اللي انا كنت عايزه ان حد يديهولي، او انا كنت بشوفه في ناس حواليا في مختلف بقى مراحل حياتي، من مدرس، من مش عارفه ايه، من الكلام ده كله. اللي هو انا عايزه ابقى بدي الامباكت ده. يعني لما ابتديت افكر بالطريقه دي لقيت اللي لا، انا نجاحي في ان انا ابقى مبسوطه، اعمل الحاجه اللي احبها انا، مش اللي غيري يحبها. طبعا ساعات الواحد بيواجه حته برضو، لان ساعات طبعا بتطلع كل شويه طب ما تعملي ازيد شويه علشان مش عارفه تنجزي، طب ما مش عارفه ايه عشان مش عارفه ايه الكلام ده كله. ولكن برجع اترد كده تاني، اللي هو انا تمام، انا مش محتاجة الكلام ده. وبصراحة برضو اللي بيفكرني بالكلام ده، انا جبت سيرة البيزنس كوتش بتاعتي كتير النهاردة، ولكن هي اللي بتفكرني بالمواضيع دي الصراحة، اللي هو بتديني كده اللي هو ايه، لا فوقي كده، فوقي صح صحي. انتي اتكلمتي في نقطة مهمة قوي، هي فكرة، وحتى دي انا بقولها للكلاينتس بتوعي: اول ما تلاقي حاجة ضايقتك من حد ما تفكرش في الشخص، وفكر هي ضايقتك ليه. يعني غالبا طالما الحاجة خبطت فيك بالشكل ده، فهي حاجة ليها علاقة بيك انت. يعني بالظبط. هي في ايشو هنا اتفتح، فاحنا محتاجين نفهم بقى الموضوع ده من ناحيتك، بعيدا بقى عن الشخص اللي مضايقك دوت، او الشخص اللي عمل التريجر ده، او التحفز ده يعني. فدي فعلا نقطة مهمة ان احنا نبتدي نفهم، وان احنا دايما نبقى مركزين على نفسنا. يعني هنلاقي ناس سبيشالي في الأمومة. يعني انا حتى عشان كده كان اخر دايره كنت مسميها مامز تايم زون. الامهات ليها توقيت وبيس مختلف عن اي حد تاني.
بالظبط. ما ينفعش، مش من العدل ولا من الرحمة بنفسنا ان احنا يعني نقارن نفسنا بحد لا هو عنده وقت اكتر وعنده مسؤوليات اقل وعنده مساحة لحاجات كتير، واحس بعد كده ان انا قليلة. لا انت مش قليلة، انت سوبر هيرو ان انت بتعملي كل الحاجات دي وبتنجحي معاها كمان، يعني ده كبير وكتير. ف... فحتة التوقيت الزمني المختلف ما بين الأمهات وأي حد تاني، دي حاجة مهمة جدا. طيب بالظبط. الوقت عدى بسرعة يا نورهان قوي. ف جدا. انا ما حسيتش. ما على حسيتش النقطة خالص. دي كانت ساعة سريعة، حابين نختمها بحاجة انت حابة تقوليها للأمهات، تحبي تقولي لهم ايه؟ حابة أقول لها إن يعني لكل أم وحتى لنفسي، إن أنا أفكر نفسي إن مفيش طفل مبسوط لأم مش مبسوطة. فمحتاجة إن أنا دايما أملى الكوباية بتاعتي أنا أولا، عشان أعرف أملى الكوباية بتاعت غيري. يعني عمر ما كوبايات اللي حواليا، لا ولادي ولا جوزي ولا اللي حواليا ولا شغلي ولا أي حاجة، هيبقوا مليانين غير لو انا مليت الكوبايه بتاعتي بابسط الحاجات. يعني لو بكوبايه شاي قدام التلفزيون، لو مش عارفه باي حاجه. وده مش يقلل مني لو انا اخدت وقت لنفسي وقصرت في يوم مع بنتي ولا مع جوزي ولا مع شغلي ولا مش عارف ايه. ده مش بيقلل مني في اي حاجه. يعني ودي دايما حاجه انا بفكر نفسي بيها كل يوم ان انا مش بيقلل مني حاجة. أنا مش قليلة عشان أنا ما عملتش الحاجة الفلانية النهاردة، أو أنا مش عارفة إيه. أنا يعني عادي، أنا ما أنا إنسانة. اللي هو ولو شفت حد قدامي عمال يبرم زي النحلة طول النهار كده، هقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا معاك. فاللي هو أنا محتاجة أقول ده لنفسي. محتاجة كل يوم أجي أقول لنفسي برافو برافو برافو، انت اشطر كتكوت كده. اللي هو يعني ايه ده. فلما الواحد بيفكر نفسه بالحتة دي، ان انا محتاجة املى الكوباية بتاعتي انا اولا، الدنيا هتبقى جميلة، هتبقى كده لطيفة ظريفة. يعني الايام بتبقى بتتقلب احيانا، ولكن يعني الاهم ان انا اكون عارفة ادي لنفسي حاجة، ان انا اكون شايفاها اصلا. يعني مم. من الأساس أتعرف عليها، أعرفها، أحبها، أتقبلها، أتقبل إن هي ليها عيوب، وليها حاجات وحشة زي أي إنسان في الدنيا ما ليه عيوب. زي ما ولادي ليهم عيوب، زي ما جوزي ليه عيوب، زي ما أمي أبويا ليهم عيوب. بحبهم وبتقبلهم وبكمل وخلاص. صحيح. املي الكوباية بتاعتك، ودي الرسالة أصلا اللي عشانها مجتمع مسك ام، إن أنت الأول. أنت الأول، ومفيش أسرة سعيدة فعلا هتبتدي من أم مش مبسوطة. فاملي كوبايتك عشان تعرفي تصبي على كوبايات الآخرين، تبقي قادرة فعلا تربي طفل سوي وعيلة سعيدة. شكرا ليكي يا بالظبط. نورهان، العفو على انبسطنا قوي إيه. قوي. وانبسطنا بالحلقة الرابعة من The Human Side of Successful Moms. استنونا الخميس القادم الساعة 9 مع حلقة جديدة وضيفة جديدة من النص التاني من كل أم نكهة. تصبحوا على خير وشكرا لكم.